ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الجزء الثاني في الجزء التأسيسي اللي هو الجرامر. عندنا طبعا اخدنا بارت 1، اخدنا الايه والان وعرفنا نفرق بينهم وخدنا كل الحالات بتاعتها. لو انت ما شفتش الفيديو خش عندي على الصفحة هتلاقي الفيديو منازل بارت 1 من كورس تأسيس الايه الجرامر. عندنا بارت 2، عندنا هيكون اللي هو فيرب تو بي. ركز معايا وافهم كويس عشان تعرف ازاي نفهم كل حاجة في فيرب تو بي، لان ده طبعا من الافعال المهمة عندنا اللي هتفضل مكملة معانا لحد ثانوية عامة. ولو انت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا احنا خدنا في بارت 1 الايه والان، وهنحتاجها كمان هنا في شوية في تكوين الجمل. طب دلوقتي احنا هناخد عندنا فيرب تو بي. فيرب تو بي عندنا دوت بارت 2 عندنا اللي هو الجزء الثاني من سلسلة كورس التأسيس. عندنا فيرب تو بي هو بيتكون من 3 حاجات، وطبعا هنشرحه دلوقتي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. بيتكون من am و is و are. طيب لازم نبقى عارفين ان am و is و are ليهم معنى كلهم اسمه يكون. معنى يسمى يكون. يبقى am و is و are اسمهم يكون. طبعا في أغنية ممكن نقولها بيقولوا عندنا إيه؟ verb to be راجل مجنون سمى كل عياله يكون. مين هم عياله؟ am و is و are. يبقى لازما انت كطالب او انت كولي امر انك تعرف ابنك ان am و is و are معناهم يكون. معناهم ايه؟ يكون. بتفرق تفرق معانا جدا واحنا بنيجي نتملى او تكوين الجمل، عشان لما ابنك يطلع بعد كده يكتب باراجراف او بعد كده لما يحتاجه في تكوين الجمل هيبقى سهل جدا عليه. يعني عندنا am بمعنى يكون و is بمعنى يكون و are بمعنى يكون. طيب تعالى بقى نقسمهم مع بعض كده التلاتة تحت بعض ونفهم كل حاجة لوحدها. عندنا أول جزء اللي هو الام والإز والآر. كل واحد من دول ليه تخصص عندنا. بمعنى الام دي بتاخد شخص واحد بس. مين هو الشخص الواحد؟ بتاخد الاي. يبقى تاني الام هو شخص واحد بياخده هو الاي. بقول اي ام. يبقى الاي بتيجي مع الام بس. طب الاز بتاخد معاه كام واحدة؟ بتاخد معاه 3. مين هما؟ الهي والشي والات. يبقى كام حاجة دول؟ 3. هي وشي وات. وخلي بالك الاز نكتب جنبها مفرد، ودي مهمة جدا. يعني مستر الاز بتيجي مع المفرد بس؟ الاز بتيجي مع المفرد بس. طب الار عندنا، الار دي بتيجي مع الجمع. مين هما؟ الوي واليو والزي. طيب الار دي بتيجي مع الجمع. ده مهم جدا عندنا؟ طبعا مهم. يبقى تاني احنا عندنا ام واز وار. تقدر تقول لي اسمهم ايه؟ تقول لي يا مستر ما انت قلت لنا اسمهم يكون. يبقى دول اسمهم يكون كلهم. الام والاز والار معناهم يكون. طيب الان بتاخد الاي بس. طب الاز يا مستر بتيجي مع المفرد فبتاخد هي وشي وات. طب والار بتيجي مع الجمع بتاخد الوي واليو والزي. طيب تعالى نحل عليهم كده سريعا في الاختياري وبعد كده ناخد عليهم املا سريعا. طيب شوف الكاميرا مظبوطه تمام. اول حاجه بيقول تشوز، طبعا اختار ام او اذا وار. اول سؤال بيقول هي نوت ا بايلوت. هو نوت طيار. عايزين نقول هو يكون طيار. طيب الهي دي بنبص عليها، بنبص على الفاعل ده اسمه الفاعل عندنا. طيب الفاعل ده مفرد ولا جمع؟ لازم أنا اسال نفسي السؤال ده. طب الفاعل ده مفرد؟ مفرد يا مستر. طب المفرد كان قلنا بياخد ايه؟ احنا قلنا الهي والشي والات مفرد بياخدوا از. يبقى نكتب از عندنا. طيب السؤال رقم 2 عندنا نمبر 2. You not my friend. طبعا عندنا اليو دي يا مستر دي جمع ولا مفرد؟ ولا بنبص على الفاعل. طبعا اليو دي جمع. طب الجمع عندنا بيختار ايه؟ ام ولا از ولا ار؟ طبعا بيختار ار. طب ار معناها ايه يا مستر؟ تقدر تقول لي؟ شاطر، معناها يكون. يبقى هو يكون او انت تكون ايه؟ صديقي. انت تكون صديقي. my friend يعني صديقي. نمبر 3. I not from Egypt. الاي المستر قال لي الاي بتاخد حاجه واحده بس. مين هي؟ الام. والام بتاخد الاي. يبقى اقول I am from Egypt يعني انا من مصر. نمبر 4. she space يعني نقط sick. sick اللي هي معناها مريض. عايز اقول هي بتكون مريضه. طب فعل يكون مين يا مستر؟ طيب am و is و are. طب الشي هنا مفرد تختار مين؟ هقول شاطر يبقى is.
حلو أوي الكلام. طيب نمبر 5 they not on holiday. holiday معناها أجازة، هم بيكونوا في أجازة. طيب ازاي دي عندنا جمع؟ طب فعل يكون مين؟ احنا قلنا verb to be راجل مجنون سمى كل عياله يكون am و is و are. طب ازاي دي جمع؟ تختار are. حلو الكلام. طيب بنستخدم فيرب تو بي مستر في كمان، قال لك هتستخدمه في كل الحاجات تاخدها قدام. بمعنى لما اجي اقول لك اتملى مثلا او اكتب جمل او باراجراف مثلا، اما اجي اقول لك اكتب لي انا اكون دكتور مثلا، والله تعالى كان ماشي نكتب الجمله بالعربي ونترجمها بالانجليزي. انا اكون دكتور. طيب حلو، تعالى كده نكتبها. انا يعني اي. حلو. طب اكون يعني ايه؟ اكون المستر قال لي فعل يكون اللي هم ام واز وار. طب الاي بتاخد مين؟ اي بتاخد الام، يبقى اقول اي ام. طب دكتور يعني ايه؟ يعني دكتور. طب دكتور ده زي ما خدنا في الجزء الاولاني عندنا في كورس التاسيس، دكتور بياخد ولا ان؟ طبعا دكتور اوله حرف الدي، ده حرف ساكن، يبقى ياخد يبقى اقول I am a دكتور. لو انت ما شفتش الجزئيه اللي فاتت خش عندي على الصفحه هتلاقيها موجوده. طيب تعالى ناخد جمله تانية. عايز اقول هي تكون ذكيه. طيب هي يعني ايه؟ هي يعني شي، البنت بتاخد شي. طيب تكون يعني ايه؟ طب تكون قلنا ام واز وار، طب الشي مفرد تاخد از، يبقى شي از. طب ذكي يعني ايه؟ سمارت. واحد هيجي يقول لي طب ليه يا مستر ما قلناش سمارت؟ قلنا هنا الاي والان بتيجي مع الاسماء الشائعه، مش بتيجي مع اسم علم ولا اسم مكان ولا مع الصفات ولا الكلام ده كله، ولا مع الفعل. طبعا موجود في الايه، في بارت 1 عندنا في الجزء الاولاني هتلاقيه موجود، خش عليه هيفرق معاك جدا. طيب بالنسبه لواحد يقول لي انا مش عارف الضمائر، او ابني مش عارف الضمائر، ان شاء الله الجزء الجاي هتكلم عن الضمائر واقول لك ازاي تخلي ابنك يحل الضمائر وهو مغمض ويحلها بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله. تمام. الفيديو النهارده بتاعنا هو فيديو مش طويل، فيديو بسيط جدا، هنعيد عليه شرح سريعا كده مع بعض على فيرب تو بي. يبقى تاني فيرب تو بي عندنا قلنا هو راجل مجنون سمى كل عياله يكون، اللي هم مين؟ ام واز وار. طيب الام بتاخد الاي والاز بتاخد المفرد اللي هم مين؟ هي وشي وات، والار بتاخد الجمع اللي هم وي ويو زي. طيب الاختيار عندنا ده زي ما حلينا. طب انا هديك دلوقتي جمله وانت تحلها لي في التعليقات. تمام. جمله بتقول هو يكون مهندس. الجمله دي حلها لي في التعليقات زي ما احنا حلينا اللي فوق، زيها بالظبط، سهله ما فيهاش حاجه، حلها وقول لي حلتها ايه. اشوفكم ان شاء الله في بارت 3 في الجزء الثالث عندنا في التاسيس، وهنزل لكم كمان تاسيس للصوتيات ان شاء الله المره الجايه.